السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين نانسي سعيد وكارت أحمر، سواء متابعيني على اليوتيوب أو صفحة الفيسبوك، بتمنى يكون الجميع بألف خير. نشر موقع سبورت السعودي إن فريق الشباب السعودي بدأ التفكير في لاعب الأهلي بيرستاو بعد فشل ضم زيزو لاعب الزمالك. طبعا قال الموقع إن تاو لاعب مهم وجناح بيمتلك مهارات خاصة، وقال ان عملية التفاوض لتاو اسهل من زيزو عشان عقد تاو مع الاهلي هينتهي بنهاية الموسم المقبل. طبعا كل الكلام ده اجتهاد وليس له اساس من الصحة. تاو مكمل مع الاهلي ومفيش عنده اي نية للخروج من الاهلي، خصوصا ان بيرستاو مع الاهلي بيحقق بطولات وكمان هيشارك في كاس العالم للاندية، واللاعب حابب انه يكمل مع الاهلي إلا في حالة جاله عرض من أوروبا. أما بخصوص أحمد حجازي كان ليه تجربة احتراف فاشلة وكان تقريبا نسي كرة القدم، والأهلي جابه ولعب مع الأهلي واستعاد مستواه، حاجة كده شبه رمضان صبحي. المهم حجازي استعاد مستواه مع الأهلي وبدأت العروض تنهال عليه من تاني، وفضل يلح على الأهلي رغم إن الأهلي كان في أمس الحاجة لحجازي في التوقيت ده، ولكن في النهاية الأهلي وافق عشان رغبة حجازي. وحتى لما الأهلي احتاجه تاني فضل فلوس الخليج على الأهلي، وفي الوقت الحالي وبعد 3 إصابات برباط صليبي اتحاد جدة رماه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان الناس بتنسى أحمد حجازي ضحى بالأهلي كام مرة. من وجهة نظري الأهلي مش في حاجة لنوعية اللعيبة دي، خصوصا ان حجازي اتصاب اكتر من مرة بالصليبي، وانا متأكدة ان لو جاله عرض اعلى من الاهلي هيضحي لتالت مرة بالاهلي. وانا هنا مش بشكك في امكانيات حجازي، مفيش شك انه كان من افضل المدافعين في مصر، ولكن بعد الاصابات المتكررة بالصليبي بيتهيألي مش هيكون مفيد للاهلي بالمرة. هل فعلا الاهلي مهتم او ادارة النادي مهتمين بالتعاقد مع حجازي؟ الأهلي مهتم بالتعاقد مع حجازي. تم عرض الموضوع على كولر من أجل إعطاء قرار نهائي بشكل التعاقد مع اللاعب من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خصوصا إن كولر كان عايز يتعاقد مع مدافع خلال الفترة الحالية. أما بخصوص نادي الزمالك، امبارح في مداخلة مع قناة الزمالك الأستاذ أحمد مرتضى طلب من رموز نادي الزمالك الوقوف مع النادي في الوقت الحالي، وإن الزمالك محتاج كل أبنائه، وقال اللي عايز يجي رئيس لنادي الزمالك يتفضل، ولكن من خلال الانتخابات القادمة على مقعد الرئيس ونائب الرئيس بعد 3 شهور، ووعد إن اللي هينجح الجميع هيكون في ظهره. وبصراحة والأول مرة أشوف حد من نادي الزمالك بيقول كلمة حق عن النادي الأهلي، لأنه قال لازم ناخد النادي الأهلي قدوة، وبصراحة وبدون زعل النادي الأهلي قدوة. وكمل وقال إن لما الأستاذ محمود طاهر نزل انتخابات أمام الخطيب والخطيب نجح، الكل بيساند الكابتن محمود الخطيب. أنا شايفة كلامه كلام محترم جدا، ولعلها تكون بداية نهاية التعصب. وطلب من الأستاذ ممدوح عباس جدول ديون نادي الزمالك، قال ان في خلال شهر او 2 هيكون في حل لمشاكل المديونيات على نادي الزمالك، وان الاولوية عنده في الوقت الحالي هي دفع مستحقات اللاعبين. ونوه بشكل غير مباشر ان الزمالك مش هيقدر يجيب صفقات في فترة الانتقالات الحالية، وتم الاتفاق مع أوسيريو على كده، بس احنا هنحاول. بس انا مش هروح ادفع غرامات وافتح القيد عن الزمالك وفي مستحقات لاعبين. يعني الخلاصة ان مفيش صفقات جديدة للزمالك غير لما يدفع مستحقات اللاعبين المتأخرة. بخصوص الناس اللي بتتكلم عن رحيل زيزو عن الزمالك، لحد اللحظة اللي بنعمل فيها الفيديو ده زيزو مكمل مع الزمالك، ولكن اللاعب جايله عروض، جايله عروض، وعايز يمشي، عايز يمشي. ووالد اللاعب بيضغط بشكل قوي جدا على إدارة نادي الزمالك، وإدارة نادي الزمالك في حيرة من أمرها، عايزين العرض بس محتاجينه طبعا في الموسم الجديد، وهو مش عارف يجيب غيره، وبرضه خايفين من ردة فعل الجمهور في حالة بيعه. وبصراحة كان الله
في عون إدارة نادي الزمالك. ليه؟ عشان زيزو ليه مستحقات من السنة اللي فاتت تخطط 10 مليون جنيه، وبحسب قانون الاتحاد الدولي يحق للاعب الشكوى الاتحاد المحلي في حال عدم حصوله على راتبه لمدة 2 شهر، ومن حقه يفسخ العقد من طرف واحد زي ما عمل غيره قبل كده، والأمثلة على كده كتير. الأمور بقى هتوصل لإيه؟ ده اللي هنتابعه مع بعض الفترة الجاية. حد هنا انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. نتمنى ان المحتوى بتاعنا يكون عاجبكم، وان شاء الله ان شاء الله اكيد يعني هتدعموني بلايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.